المغاربه بغيت نطلبكم من القلب وتكونوا رجال وما تخيبونيش. سمعوا بعدا لهاد المراه اللي الحزن ديال العالم كله والهموم ديال العالم كله باينين على الوجه ديالها، وكنتمنى ما تخيبوهاش. أنا أم ناصر الزفزفي. أطلقوا سراح أبنائنا، أطلقوا سراح أبنائنا، أطلقوا سراح أبنائي. هذه الأم ديال ناصر الزفزفي دايرين حملة تحت عنوان أسبوع المعتقل. كيطلبوا منكم حاجة وحدة يا المغاربة، أنه كما كنديروا هاشتاغات على شي حويجات تافهين وعلى شي حويجات وحدة أخرى، ما كرهوش ان هذا الاسبوع هذا السوشيال ميديا المغربيه تزعزع بسميت ناصر الزفزافي والمعتقلين ديال الريف. هذا هو الطلب ديالهم، وفقط انكم تبينوا لهاد السيده هادي ولهاد العائله هادي اللي واحد من الافراد ديالها، وانتم كلكم تبعتوا المسار ديال هاد العائله هادي وتبعتوا وشتوا 20 عام وشتوا شي حويجات وشتوا الوفاه ديال الاب وشتوا الخروج ديال ناصر الزفزافي قصه ما بعدها قصه. ما كرهتش ان الشعب ما يخيبهمش ويلبي النداء ديالهم ويشارك في هذه الحمله. المطلوب هو انه تصويره، تدوينه، فيديو، مطالبه باطلاق سراح المعتقلين، اي حاجه انت قادر ديرها في السوشيال ميديا من شأنها ان المغاربه والاجيال الجديده وكل شيء وتذكير، وربما ناس يمشيو يبحثوا على قصه ناصر الزفزافي وعلى الكفاح ديالو وعلى شنو قدام وعلى راه يجب ان نتذكر وان تكون في ذهننا دائما بان راه ناصر الزفزافي راه في السجن ووراء القضبان لأنه طالب بمستشفى وبجامعة وبشغل وبواحد الحويجات اللي احنا كلنا اليوم تنطالبوا بها. وخصنا اللي عطى سنوات شبابه واللي ضحى في سبيل أنه المغاربة تحسن الحياة ديالهم والظروف ديالهم، خصنا دائما ما نساوهش. ومرة غير على العائله ديالو والاسره ديالو الام والاخ وكل شيء، والناس اللي القلوب ديالهم حزينه جدا بسبب انه راه نورمالمون كان خاص ناصر الزفزافي يكون حتى هو بحريته يتمتع وتا هو خدام وتيدير الامور ديالو وتيستمتع بحياته، لان الحياه قصيره جدا. ففاش واحد المرحلة عمرية اللي حساسة جدا، مرحلة الشباب، وتمشي لك منها 20 عام اللي هي نيت اللي كاينة في مرحلة الشباب، راه واحد الحاجة اللي كبيرة بزاف، ولا زال صامدا ولا زال مقاوما. عموما أنا بغيت غير ما نخيبوش هاد الناس. أقل حاجة ممكن دار هو أنهم داروا حملة، على الأقل خصها تنجح. على الأقل خص أي مغربي على الأقل منشور واحد، على الأقل فيديو واحد، على الأقل تدوينة واحدة، على الأقل. وعلى الأقل كذلك الناس المثقفين والمفكرين والناس اللي عندهم اطلاع ودراية وإدراك وتتبع للشأن العام المحلي والشأن السياسي، تدوينات هكا ولا مقالات فيها تعريف بالقضية، فيها شتينا نجحت الحملة. واذا كانوا الناس انخرطوا نيت بجديه وحقات ودارت البوز لانه هذا راه عصر البوز هذا، فراه ناس غادي يكتبوا وناس غادي يديروا فيديوهات وغادي يكون تذكير بالحركه ديال الريف كله بزاف ديال الحوايج، والمغاربه غيتفكروا بانه راه وراء القضبان كاين واحد الناس اللي في يوم من الايام دافعوا عنهم. وراه فاش تدافع على منطقه الريف ولا على الصحراء ولا على الجبال ولا على شي منطقه كما كانت، راه في عمقها ما كتدافعش غير هذيك المنطقه، راه في عمقها تحيي روحا نضاليه في المغرب ككل، والشعب المغربي ككل تيتفرج تيقول راه كاين، لا راه كاين الاحتجاج، راه كاين المطالبه، راه كاين بزاف ديال الحوايج.
واحد الحاجه اللي كبيره 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 بزاف. عموما لدموع هذه السيده ولطلب هؤلاء وحرقه، ولانه مصر يستحق، ولأنه المعتقلين ديال الريف يستحقون. أتمنى أنه من اليوم هذا النهار هذا حتى نهاية الأسبوع تكون الحاجة الوحيدة اللي كتدور بالجهد في السوشيال ميديا المغربية هو حملة أسبوع المعتقل نصرة لمعتقلي حركة الريف.